سر من أسرار الكاريزما الصوتية وإنك تجذب الجمهور أثناء التحدث الجماهيري هو إن يكون عندك صوت عميق. يعني إيه صوت عميق؟ الصوت العميق دايما بيتم تصوره على إنه صوت ناضج. الصوت العميق دايما يتم تصوره على إنه صوت ذو خبرة، صوت عنده كومبيتونس عالية، صوت عنده كاريزما، صوت عنده ليدرشيب. خليك معايا كده في المثال ده. النهارده هتكلم معاكم عن حاجة مهمة قوي. دي طبقة عالية ودي طبقة منخفضة. الطبقة المنخفضة دايما بتدي authority، بتدي سلطة، بتدي power. الطبقة المنخفضة دايما بتخلي الآخر يبص لك على إنك شخص عنده كفاءة. دايما بنقول إن هي chest voice، بتيجي من المنطقة دي، مش بتيجي من الابر فويس ولا بتيجي من منطقة الرقبة أو من منطقة الرأس. دايما احنا كمدربين صوت بننصح القادة، بننصح المديرين، بننصح أي حد منصبه مهم أو أي حد حابب إنه يؤثر على الجماهير إن يكون طبقة الصوت بتاعته عميقة. يعني ما يتكلمش بالصوت العالي. الصوت العالي دايما بيتم تصوره إن هو immature، صوت لسه فراجايل أو صوت سطحي ما عندوش خبرات. فدايما لما بدرب البوليتيشنز أو بدرب التي في بيرسوناليتي دايما اقول لهم خلي الطبقه عميقه. طيب الطبقه العميقه دي بنوصل لها ازاي؟ الطبقه العميقه في تدريبات كتير بنوصل لها من خلالها. اول تدريب هو تدريب الهامينج. تدريب الهامينج ده تدريب بسيط جدا جدا. انا بقفل